Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي أمسى فرهانة، طالبة بمدرسة الفرقان لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أريد أن أقدم كلمة عن أهمية الصلاة. الحمد لله فرض الصلاة على عباده رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينها وبينهم الصلاة لتزدادوا بذلك الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خالقنا ومولانا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، جعل الله قرة عينه في صلاة فضلا ورضوانا. صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اعلموا أن الإسلام أعطى الصلاة منزلة كبيرة، فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادات يحاسب عليها يوم المسلم يوم القيامة. والصلاة عمود الدين، ولا يقبل أي عذر لتاركها طالما كان قادرا على أدائها. الأول، ولا تسكت عن أي رجل بالغ عاقل، بينما تسكت عن المرأة في حالة حيض والنفاس. والأدلة على أهمية الصلاة ووجوبها من القرآن كثيرة. الأول قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة. الثاني قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورة البقرة. والأدلة على أهمية الصلاة ووجوبها من السنن النبوية كثيرة، منها عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه ابن ما أجابه في سنن وصححه الألباني. ومع الأسف نرى بعض الناس يتهاونون بالصلاة بعدم أدائها، أو بعضهم يتعاونون بجمع الصلوات إلى آخر الليل كما يفعله بعض الأمهات. فلنتق الله ونود الصلوات في أوقاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.